فيلمنا بيبدأ في حديقة سنتر بارك بمدينة نيويورك، والحياة بتكون طبيعية جدا وهادية جدا كالمعتاد، لحد ما فجأة الناس كلها بتقف عن الحركة، وبتكون واحدة بس فيهم هي اللي قادرة تتحرك، وبتستغرب من اللي بيحصل، فبتكلم صاحبتها وبتسألها ليه الناس وقفت فجأة، فبتلاقي صاحبتها عمالة تردد نفس الجملة وبتقتل نفسها قدامها. وعلى بعد 3 شوارع من حديقة سنتر بارك في موقع بناء بيظهر مجموعة عمال ومهندسين بينتحروا انتحار جماعي من فوق المبنى بدون أي تفسير، والموضوع بيتم تصويره وبينتقل بين الناس لحد ما بيوصل للمدرسة الثانوية اللي شغال فيها مستر إليوت، واللي بتأمره مديرة المدرسة بحضور اجتماع طارئ بيتقال فيه إن تم إطلاق غاز سام في الجو في حديقة سنتر بارك بيخلي الناس تتصرف تصرفات غريبة، وإن الغاز ده ليه مراحل أولها بيبدأ إنه يخلي الضحية تقول كلام مشوش، وبعدها بينسى الشخص ده هو فين، وبينتهي آثار الغاز بمرحلة مميتة للشخص. عشان كده تم إعلان حالة طوارئ وكل واحد يرجع بيته لحد ما الحكومة تلاقي حل اللي بيحصل ده، وبيتم إعلانه كهجوم إرهابي على المدينة. وبيرجع إليوت على بيته وبيقابل مراته ألما، وبتقول إن الموضوع بتاع الانتحار اتذاع في الأخبار وبقى خطير جدا لدرجة إنهم بيفضوا مدينة نيويورك تماما، وبيسمعوا في الأخبار إن الغاز ده بيمنع أسلوب الحماية الموجود في العقل عن العمل، وبالتالي المصاب بيعمل حاجات بتضر وبتؤدي إلى موته. وبتكون ألما جهزت حاجات السفر، وبيقرروا إنهم يسافروا فيلادلفيا مع جوليان صديق إليوت، وده لأن آثار الغاز الموجود بس في المنطقة الشمالية اللي هم فيها وما فيش أي مصابين في فيلادلفيا. وبيروحوا كلهم لجوليان على محطة القطر، وبيكون مستنيين هناك وبيتحركوا على القطر، وبيكون الغاز وصل لفيلادلفيا وكل الناس بتقف عن الحركة فجأة، وبيكون منهم شرطي بيطلع المسدس بتاعه وبيضرب نفسه بالنار وبيموت، وبيجي راجل واقف جنبه وبياخد مسدس الشرطي وبيضرب نفسه هو كمان بالنار وبيموت، وبيفضل الناس يقتلوا في نفسهم. وبيوصل خبر انتشار الغاز في مدينة فيلادلفيا في القطر اللي هو فيه إليوت، وبيعرف ان الغاز بدأ ينتشر من حديقة كبيرة زي ما حصل في نيويورك بالظبط. وفجأة بيلاقوا القطر اللي هم راكبينه واقف بمحطة، وبيتقال لهم من مسؤول القطر ان القطر مش هينفع يكمل رحلته وان دي اخر محطة هيكون فيها، وعلى كل الركاب انهم ينزلوا من القطر ويكملوا طريقهم بنفسهم. وبيحاول إليوت انه يعرف سبب وقف القطر فجأة، وبيبلغوا سواق القطر انهم فقدوا الاتصال بالمركز الرئيسي وما بقاش فيه اي تواصل مع اي حد في المحطة، عشان كده مش هيقدروا يكملوا رحلتهم. وبيتجمعوا كل الركاب في اقرب مطعم، وبتكون جيسي بنت جوليان خايفة من اللي بيحصل وعايزة تشوف مامتها، وبيحاول إليوت انه يهون عليها، ولكن اخبار الحوادث الانتحار بتزيد في المطعم. وبيشوفوا فيديوهات عن واحد دخل قفص اسود بنفسه وبيسيب الاسود تهجم عليه وتقتله، وبعدها بيتم اذاعة بيان حكومي ان اللي بيحصل ده مش هجوم ارهابي، لان الاعتداء بيحصل على اكثر من منطقة في وقت واحد ومنتشر على نطاق المنطقة الشمالية كلها. فبيقرر كل الموجودين انهم ياخدوا عربياتهم ويركبوا مع اي حد في المنطقة عشان يخرجوا بره نطاق انتشار الغاز. وبيفضل إليوت يدور على اي حد ياخدهم في طريقه لحد لما بيلاقي واحد بيعرض عليهم انهم يجوا معاه، لكن جولين بيرفض انه يركب معاهم، وبيقول لإليوت انه هيرجع تاني لمدينة بريستون عشان ينقذ مراته، لانه بيحاول يتصل بيها مش عارف يوصل لها ولازم يرجع عشانها، وبعد كده هيجيلهم على المكان اللي هم فيه. وبيطلب من إليوت انه ياخد بنته جيسي معاه لانها تبقى في امان بعيد عن الحوادث اللي بتحصل، واللي بمجرد ما يجيب مراته هيجيلهم على طول. وبيودع بنته وبيروح يركب مع ناس تانية راجعة المدينة اللي فيها مراته، وبيكمل معاهم طريقهم لحد ما بيوصلوا لمدينة بريستون، وبيلاقوا الناس شنقة نفسها في الشجر، فبيحاولوا انهم يقفلوا اي مدخل هوا جوه العربية لحد لما بيشوف جوليان ان سقف الهوا مقطوع، وبيقف سواق العربية فجأة، وبعدها بيجري بالعربية جامد وبيدخل في الشجرة وبيعمل حادثة. وبيخرج جوليان من العربية وبيقعد في الارض، وبياخد قطعة من الازاز العربية المكسور وبيقطع ايده بيه وبيموت. وبيكون إليوت واللي معاه بدأوا في طريق السفر، وبيحاولوا انهم يخرجوا بره المدينة بأسرع ما يمكن، لكنهم بيلاقوا في جثث موجودة على طريقهم، وبيلفوا العربية عشان ياخدوا طريق تاني من على الخريطة، لكنهم بيلاقوا عربية جيش في وشهم، وبينزل منها عسكري وبيقول لهم ان المكان كله محاصر بالموتى، وبيبدأ الناس تكتر في المكان اللي هم واقفين فيه لحد لما واحدة منهم بتقدر انها تكلم بنتها الموجودة في مدينة بريستون عشان تطمن عليها، وبتقول لها البنت ان المدينة كلها ميتة في الشارع. وفجأة البنت بتتكلم بطريقة غريبة وبيسمعوا
بيسمعوا دوشة والخط بيفصل، وبيفهم إليوت ان احتمال كبير جوليان يكون مات، وبيقترح العسكري الموجود معاهم انهم ينتقلوا لمكان مفيهوش ناس كتير، لانه بيخمن ان هجوم الغاز بيستهدف المدن والاماكن المعروفة والتجمعات الكبيرة، عشان كده بيبدأوا يتحركوا على مكان مفيهوش تعداد سكاني كبير، وبيتحركوا في مجموعات، وبتكون المجموعة اللي فيها إليوت هي اللي في المقدمة، لحد ما المجموعة اللي فيها العسكري بتكون ماشية وسط الزرع وبتيجي رياح جامدة عليهم، وبيقف العسكري فجأة وبيطلع المسدس بتاعه وبيضرب نفسه وبيموت، وبيبدأ إليوت يسمع طلقات نارية جاية من ناحية باقي المجموعة، وبيفهم من الغاز السام انه صاب باقي المجموعة، وبيحاول إليوت يفكر في اي تفسير للي بيحصل لحد ما بيقول لهم ان السبب هي النباتات، وان النباتات هي اللي بتطلق غاز معين عشان تحمي نفسها، لان فاكرانا بنشكل خطر عليهم، وان باقي المجموعة اتصابت بسبب ان عددهم كان كبير، وده اللي خلى النباتات تطلق غاز واثر على عقل الاشخاص وخلاهم يموتوا نفسهم. عشان كده كان بداية عمليات الانتحار في حديقة سنتر بارك زحمة ومليانة بالنباتات، وبيبصوا ناحية صوت اطلاق النار بيلاقوا ان في رياح قوية جاية ناحيتهم، بيأمرهم إليوت انهم ينفصلوا المجموعات اقل عشان يتجنبوا غاز النباتات، وكل مجموعة بتروح من ناحية لحد لما الرياح بتعدي على مجموعة إليوت ما بيحصل لهمش حاجة، وفعلا استنتاج إليوت بينجح، وبيلاقي قدامه عربية وبيروح عليها عشان يدور على اي خريطة فيها، وبيسمع في الراديو ان الغاز المنتشر ممكن يكون سببه مصانع الطاقة النووية المنتشرة في المنطقة الشمالية، واللي هي عددها 15 مصنع، وان ممكن يكون حصل فيهم تسريب ادى للي بيحصل في المنطقة. وبيشوف إليوت قدامه بيت ممكن يقعدوا فيه، بعد ما بيدخلوا البيت بيلاقوا خريطة جواه، وبيحدد انهم هيروحوا لأقرب مدينة عدد سكانها قليل عشان يتجنبوا الغاز والحوادث اللي بتحصل، وبيبدأوا يتحركوا، وبيشوف إليوت من بعيد مجموعتين كبار ماشيين سوا، وفجأة واحد منهم بيتحرك ناحية مكانة جذر الأعشاب وبيشغلها وبينام تحتها وبينتحر، وبيتأكد إليوت من فكرة المجموعات الكبيرة وإنها هي اللي بتأثر بالغاز، وبيكملوا طريقهم ناحية المدينة، ولكن جيسي بتكون تعبت من المشي وجعانة، فإليوت بيروح لأقرب بيت وبيحاولوا إنهم يدخلوه، لكن أصحاب البيت بيكونوا مرعوبين وخايفين إنهم يدخلوا أي حد، وبيرفضوا يدخلوهم، ولكن الناس اللي مع إليوت بيتعصبوا على الموجودين جوه البيت وبيحاولوا إنهم يكسروا الباب، لحد ما أصحاب البيت بيضطروا إنهم يضربوا نار على اللي مع إليوت وبيقتلوهم عشان يجبروا إليوت يبعد عن البيت، وبيهرب إليوت وألما ومعاهم جيسي بعيد عن البيت، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا البيت ست عجوزة اسمها جونس عايشة لوحدها، وبترضى إنهم يقضوا عندها ليل في بيتها، لكنهم بياخدوا بالها إنها غريبة شوية في تصرفاتها، لأنها ما بيكونش عندها أي وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، لدرجة إنها ما بتكونش عارفة موضوع الغاز، بتقول لهم إنها مش حابة تعرف أي معلومات عن اللي بيحصل بره، وإنها بتسمح لهم إنهم يباتوا ليلة واحدة بس في بيتها ويمشوا بكرة الصبح، وبيباتوا فعلا في بيتها. وبيصحى تاني يوم إليوت وبيلاقي إن جيسي وألما مش موجودين في الأوضة، وبينزل يدور عليهم لحد ما بيشوف جونس واقفة في الجنينة بتاعتها وبتبدأ ترجع بظهرها وحواليها رياح كتير، وبيفهم إليوت إنها اتصابت بالغاز الموجود في الرياح، وبيجري جوه البيت عشان يقفل على نفسه كويس، وبتبدأ جونس إنها تخبط شبابيك البيت براسها وبتسمح للرياح إنها تدخل البيت، وبيستخبى إليوت جوه أوضة في البيت، وبيشوف إن ألما وجيسي موجودين في أوضة بعيد عن البيت، لكنه بيكون سامع صوتهم وقادر يتكلم معاهم عن طريق أنبوبة ممتدة في الأرض بتساعد على نقل الصوت بوضوح، وبيقدر إنه يحذرهم إن الرياح بقى تأثيرها قوي، وإنها قدرت تأثر على الست العجوزة مع إنها كانت لوحدها، وإنه بيتمنى لو كان قادر ينقذهم، وبيقول لألما إنه لو هيموت يحب يموت جنبها، وبيفتح باب البيت وبيتحرك ناحيتها، وبتكون هي كمان خرجت عشان تقابله، لكنهم ما بيتأثروش بالرياح، وبيرجعوا سوا لجوه البيت وما بيفهموش هما ما ماتوش إزاي، وبيفضلوا قاعدين في البيت لحد ما بيقدروا يخرجوا، وبيكتشفوا ان الخطر انتهى، وبتعدي 3 شهور من بعد الظاهرة بتنتهي، وبتكون الابحاث لسه مستمرة عن سبب الظاهرة نفسها، وبيوصل عالم لتخمين ان اللي حصل ده كان بسبب افراز مادة معينة من النباتات اتفاعلت مع الهواء الملوث الناتج عن المصانع النووية، وادى الى ابطال جهاز الحماية الموجودة في مخ الانسان، وبيخلي الشخص يعمل افعال انتحارية بتؤدي لوفاته، وده سبب ان الموضوع كان منتشر في المنطقة الشمالية بس، وان تركيبات النباتات اتطورت وقدرت انها تأثر على شخص واحد مش على مجموعة كاملة، ومع الوقت وبعد ما افرازات النباتات انتهت معاها ظاهرة الانتحار، ورجعت الحياة لطبيعتها تاني من جديد. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الافلام الجديدة. اشوفكم الفيلم الجاي.